لا تقام فيها دولة للشيعة العلويين. أتدرون ما الشيعة العلويون الذين ينتسب إليهم حافظ لا أسد؟ إن هؤلاء الشيعة العلويين هم الذين يعتقدون أن الله أرسل جبريل بالرسالة على علي فأخطأ جبريل ونزل على محمد. إسلام يمزق الأوصال، تمزق أوصاله، إسلام تقطع أركانه. ولذلك إذا ذهب أحد الشيعة العلويين لزيارة روضة رسول الله يقف أمام القبر الشريف ويقول: خان الأمين، خان الأمين، خان الأمين 3 مرات. خان الأمين يعني أن الأمين جبريل خان الرسالة، بدلا من أن ينزل على علي نزل على محمد. الباراشوت ما كانش مظبوط. أولم يقرأوا في كتاب الله قول الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. فلو كان جبريل قد نزل على محمد خطأ لما قال الله في حق جبريل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. إلا دار أنما تشررت فبيناها نهيت مراكب محلب فتحيك لو لنا استمع وقف لدالع بدخعتين أصل وحي من كل جانب حتى لا يتسرب إليه شيطان، يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا اي ملائكة ترصد الوحي وتحرسه. لو كان جبريل خان ما قال الله في حقه مطاع ثم امين. مطاع من الملائكة، ثم يعني هناك، امين امين على الوحي. اذا كان الله قال في حق حبيبه ومصطفى: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. لو قال محمد علينا كلاما لم نقله لقطعنا العرق الموصل الى قلبه فقتلناه ولا يستطيع احد ان يحجز محمدا عنا. اذا قال هذا في حق حبيبه ومصطفاه فهل يسمح لجبريل ان يخون العهد، ان يخون الرسالة؟ ثم اسألوا كم كان سن علي عندما نزل الوحي على رسول الله؟ كان علي يبلغ من العمر 8 سنوات. فهل كان الغلام الذي لم يتجاوز 8 من عمره يصلح ان يكون نبيا في هذا الوقت وهو لم يتجاوز 8؟ فماذا انتم صانعون؟ ان الشيعة العلوية والفرقة القديانية والفرقة البهائية والشيعة الرافضة وغير هؤلاء واولئك انما هي اديان صنعت في انجلترا، صنعت هناك في بريطانيا،
وصدرتها الينا لتمزق علينا صفوفنا وتخلخل كلمة التوحيد في قلوبنا. هذا حال سوريا ولبنان، فكيف حال ليبيا مع مصر؟ حال سوريا مع لبنان دام، وحال ليبيا مع مصر يندى له جبين الحياء خجلا. فعندما غادرت روسيا ارض مصر لم ترضى بالرحيل من شرق محمد. ان المؤامرة في مبنى الكرملين والبيت الابيض، ان المؤامرة بين التليفون الاخضر والاحمر ليست مؤامرة على مصر او ليبيا، انما هي مؤامرة على محمد. القت روسيا رحالها في ليبيا ولم تكتفي بذلك، بل ان طائرات الميج 23 تحدث عزيزا على حدود مصر ليبيا، مما اضطر مصر الى حشد مجموعة ترابط هناك في الصحراء الغربية. هناك جيش على حدود ليبيا ومصر، فاذا ما صدرت الاشارة من موسكو الى جيش ليبيا احتدم الجيشان المسلمان، واذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. القاتل والمقتول في النار. يا حكام ليبيا اتقوا الله، اتقوا الله، لا تحولوا قاعدة عقبة بن نافع الى قاعدة كارل بن ماركس. اتقوا الله يا حكام مصر، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، واعلموا ان في مصر شيوعيين وناصريين يحاولون دائما ان يعكروا الصفوة بيننا وبين العرب ليصطادوا في الماء العكر. احذروا هذا. القذافي اذا كان متهورا فهذا حق، ولكن لا تجعلوا من تهور القذافي شماعة يعلق عليها الشيوعيون الاخطاء. اسمعوا هذا يا حكام مصر، انني اقولها لله خالصة لله، لا ابتغي من ورائها الا وجه الله. الفتنة محتدمة، وحكام مصر يصرحون بانهم لا يقبلون اي وساطة للصلح بينهم وبين القذافي. اقول اذا كان ذلك كذلك فاعلموا ان من بيننا في احشائنا من هم اخطر من القذافي 1000 مرة. الشيوعيون في سنة 1948 استطاعوا ان يضعوا جميع الاخوان المسلمين في السجون، كانوا يدخلون دور السينما، الشيوع الملحد يدخل دور السينما ويلقي بقنبلة ويصيح قائلا الله اكبر ولله الحمد، الله غايتنا، الرسول زعيمنا، الجهاد سبيلنا،
القرآن دستورنا، الموت في سبيل الله اسمى امانينا. فيقول المسؤولون عن الامن ان الذي احرق وافسد هم المسلمون. الله العلي العظيم ان يكتب لنا السعادة، وان يكتب لنا الرضوان، وان يكتب لنا حسن الختام، وان يجعل اخر كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله. والله الذي لا اله غيره، وانا اقسم غير حانث، اقسم في هذا المكان الطاهر لو عرضت علي مناصب الدنيا لاغلقت الباب امامها جميعا. والله الذي لا اله غيره انا لا ارضى بمنبر رسول الله بديلا، لا ارضى بديلا. كم من ترقيات غرضت، وكم من مناصب قدمت، وكم من اغراءات قيلت، وكم من مسؤولين زاروني في بيتي لعرض المناصب من مصر وخارج مصر، ولكني دعوت الله قائلا احيني اماما وامتني اماما واحشرني وانا ساجد بين يديك يا رب العالمين. في طريق البلاء سنين من صار في طريق البلاء سنين عددا. لقد فقدت عيني اليسرى وانا ابن 6 سنوات، وفقدت اليمنى وانا ابن 17 عاما، واستقبلت الحياة بنور البصيرة في زهرة العمر، وفقدت والدي في سن 19 وتوجهت للحياة استقبل مصائبها، وترددت على ابواب الاطباء لاعالج عيني حولين كاملين، واجريت اكثر من 10 عمليات كانت عيناي فيها حقلا للتجارب، ودخلت السجن 2 وخرجت من السجن ورزقت بطفل اصيب بشر الاطفال حتى الان 7 سنوات. فكيف يفعل بالمصايب من شأنه هكذا؟ ان